السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله عايز أكلمكم على بعض الحاجات هنا هتعجبك أوي لو أنت عايز تشتغل تمريض هنا في ألمانيا. تمام، يعني أنت لو تمريض في مصر وبدأت إجراءات السفر وكده فده حافز ليك. عايز أقول لك إن هنا مش بيتعاملوا مع بعض بصيغة الاحترام، يعني ما بين التيم التمريض مع بعضه بيتكلموا عادي. يعني مثلا لو فرضا في مثلا تمريض أكبر منك سنا فأنت بتناديه باسمه عادي خالص. طبعا لو أنت بتتعلم ألمانيا هتعرف إن في صيغتين في الكلام: صيغة الاحترام اسمها زي، وصيغة الدو اللي هي زي ما أنا مثلا في الشغل بقول لزميلي أنت عامل إيه، مش عارف إيه، مش حضرتك عامل إيه. فدي صراحة نقطة إيجابية، يعني في ناس أكبر مني سنا ومع ذلك بننادي بعض بأسامينا بس، وهو ده العادي عندهم هنا. أعمل لكم تجربتي الشخصية. طبعا ممكن ما يكونش ده موجود في كل أنحاء ألمانيا، أنا بتكلم عن مدينة ميونخ اللي أنا شغال فيها بالفعل، فبنقل لكم تجربتي الشخصية. بس تقريبا أغلب الأماكن بيتعاملوا بنفس المعاملة. تقريبا أماكن قليلة قوي اللي أنت ممكن تستخدم فيها صيغة الاحترام ما بينك وبين زمايلك اللي هم التمريض، إنك تستخدم معاهم يعني صيغة الاحترام. الدكاترة برضه نفس القصة، ممكن تكلمهم طبعا الستاندرد ان المفروض تكلمهم بالزي بس ولكن في بعض الدكاترة ممكن يقول لك لا خلاص كلمني بدون. فالدكتور ممكن يقول لك كده وفي ناس ممكن تقول لك لا، فدي متفاوتة. تمام، ما نقدرش نحطها كده بيز، فدي على حسب كل مكان برضه. دي حاجة من ضمن الحاجات التانية، إن المشرفة بتستلم حالات. يعني المشرفة هنا بتستلم حالات، ممكن تستلم حالتين، ممكن توصل لثلاثة. تمام كده، مش زي عندنا في مصر مثلا. يعني مثلا في بعض الأماكن في مصر بتلاقي المشرفة هي ملهاش شغلانة غير إنها هي بترازي اللي رايح واللي جاي. يعني دي مشكلة كانت بتقابلنا كتير، سواء بقى في خاص أو حكومة. بس في بعض الأماكن كده بتلاقي المشرفة يعني بص عمالة إيه، تروح لده وتنتقده وتروح لده وتنتقده، وهو ده شغلتها والمهام بتاعتها الوظيفية إنها بس إيه، ترخم على الناس الموجودين. تمام، فإحنا عندنا في مصر في بعض الناس فاهمة الإدارة غلط أو الإشراف غلط يعني. فحبيت أقول لكم الحاجات ديت تبقى حافز ليكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المحتوى بتاعي. ويا ريت اللي بيتفرج عليا وما اشتركش في القناة لو عجبك المحتوى يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. واشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.